بسم الله الرحمن الرحيم. جمهور نادي الزمالك، جمهور النادي الملكي العظيم، دي نشرة اخبار زملكاوي في التالتة يمين مع محمد خميس، ومعانا خبر سريع. الخبر دوت هيفرح ويريح بعض الى حد ما بعض الزملكاويه ان ما كانش كلهم. الخبر عن فرجاني ساسي. يطير فرجاني ساسي يلعب منتخب تونس ونادي الزمالك الى المغرب مساء اليوم الخميس للحاق ببعثة ناديه، ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء مساء الاحد ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. وقال مصدر مقرب من اللاعب: نتيجة المسحة الطبية الخاصة بفرجاني ساسي جاءت سلبية، وكشف اللاعب يستعد لمغادرة تونس الى المغرب في 7 مساء بتوقيت القاهرة للانضمام الى بعثة الزمالك. واوضح: الزمالك يجري مسحة طبية جديدة لساسي فور وصوله وفقا لبروتوكول الاتحاد الافريقي كاف قبل انضمامه للبعثة. وكان ساسي قد دخل في عزل صحي داخل تونس لمدة 5 أيام وفقا للبروتوكول الصحي في بلاده بعد مخالطة مصاب بفيروس كورونا. وغاب ساسي عن ودية تونس الثانية أمام نيجيريا بسبب العزل الصحي، كما لم يلتحق ببعثة الزمالك من البداية. وأتم المصدر تصريحاته: ساسي يصل للالتحاق ببعثة الزمالك وأمر مشاركته في المباراة يعود للجهاز الفني. فكده إن شاء الله يا زملكاوية فرجاني ساسي رايح لبعثة الزمالك النهارده، وهينضم لهم بعد ما يعمل مسحة كورونا قبل ما ينضم للمعسكر. بالنسبة لبعض الناس اللي كانوا بيقولوا ساسي مش عايز يلعب في الزمالك وساسي مش راجع، طيب ساسي يا جماعة نقدر نقول الكلام دوت لو كان لعب ماتش منتخب تونس بعد مخالطة المريض المصاب بكورونا، ولكن ما لعبش في ماتش تونس ونيجيريا. فهو الراجل تم ال5 أيام بتوعه وطالع على طول على بعثة الزمالك. هيغادر النهارده تونس يروح المغرب. فرجاني ساسي لاعب كبير، واحنا الزملكاويه بنقول له زي ما انت بتحبنا وزي ما انت بتحافظ، وطول ما انت بتحافظ على علاقتك بالزمالك والزملكاويه، الزمالك والزملكاويه كمان هيفضلوا محافظين على علاقتهم بيك. شكرا جزيلا. كنتم مع خبر زملكاوي في التالتة يمين مع محمد خميس. مع السلامه.